من الأكلات الحلوة اللي كلنا بنحبها، وخفيفة وسهلة وبتتعمل على طول. ولو هنشتريها من بره كلنا عارفين هنشتريها ازاي وبمبلغ كبير. يعني بتمن رغيفين من بره احنا ممكن نعمل 10 و14 رغيف، وهو ده اللي انا عملته النهاردة. تعالوا كده هنسمي الله وهنبتدي. معانا كده بصلتين كبار، هننزل عليهم بكام فص من التوم، قرن فلفل فرمناهم فرمة حلوة كده في الكبة، وهننزل بيهم كده في طبق او بولة زي ما انتوا شايفين. هننزل بنص كيلو لحمة ومعلقتين كبار من الخضرة كده زي ما انتوا شايفين، وهننزل برشة من الفلفل الاسود، رشة كمون، وادي رشة كزبرة، والملح بتاعنا. بس كده، مش هنحط اكتر من كده. يلا بقى قلبيها في بعض كده حلو، واعجنيها عجنة حلوة كده. ايوه كده بالشكل ده، ايوه كده. بس خلاص، مش محتاجين ترتاح ولا تتحط في تلاجة. وادي العيش معانا، وطلعت معايا 14 رغيف. يعني لو حد نازل او حد طالع كلنا بنقول له يبقى هات رغيفين حواوشي وانت جاي، يبقى هات سندوتشين وانت جاي. طب وعلى ايه؟ بتمن رغيفين هنعمل 14 رغيف في البيت. هتقولي لي 14 رغيف، هقول لك الرغيف ده حجمه مش كبير قوي. يعني انت لو عايزه العيش حجمه اكبر من كده هيعمل معاكي 10 رغيفه. يلا بقى رشه كده سمنه او دهنه سمنه او زبده او زيت المتاح عندك. هتعملي بالشكل ده، هتدهنيها كده زبده، واول واحد بس اللي بندهن وش وظهر. بعد كده هندهن الوش بس، وهنكمل الكمية بالشكل ده كده. وصدقيني زي ما قلتلك، من نص كيلو لحمة عملت 14 رغيف. واعملي وجربي وانتي تشوفي. اهو قدامك بالشكل ده كده. مش هياخد منك اكتر من 10 دقايق في التحضير، و10 دقايق كمان في الفرن، وهتكوني عملت. اي اضافات تانية من البيت دي ترجع لك انتي. فلفل، طماطم، شرايح جبنة، ودي كانت شرايح جبنة موتزاريلا. عايزة تحطي جبنة رومي، جبنة موتزاريلا، ميكس جبن، اللي يعجبك واللي يريحك. بالشكل ده كده، وهنعمل حواوشي الرفاعي في البيت. يلا بقى هنكمل الكمية كلها، وهقولك هتعمليها ازاي في الفرن. يلا بقى نجيب صاج حلو كده من الفرن او الصينية اللي انتي بتسوي فيها، وهنفرد عليها ورق الفويل كده عشان الصاج ما يتبهدلش معانا وما تقعديش تغسلي وايديكي توجعك. هنرصها بالشكل ده كده، وهندخلها الفرن. هنكون مسخنينه قبلها، وهندخلها الفرن. هنولع الفرن ونولع الشواية مع بعض. يلا بقى كده، وقلبي بالشكل ده في الفرن. ايوه كده. والله ما هياخد منك 10 دقايق، وهيكون الحواوشي عاملاه نضيف، وحاجة ضمنها بايديكي، ووفرتي كتير. واكيد احنا في الايام دي محتاجين نوفر كتير. يلا بقى تعالي وشوفي السوا بتاعه. بجد كان طعمه احسن من الشارع كمان. صدقيني هيقفوا طابور كده وراكي في المطبخ من الريحة بس، واول ما يدوقوا هيبطلوا يطلبوه تاني من الشارع. حواوشي جميل وجربيه، وما بياخدش وقت خالص. هي دي كانت اكلتي ووصفتي، يا رب تكون نالت اعجابكم، وسلام عليكم.